هل عمرك لاحظتِ إن أكبر عدو لتركيزِك مش الموبايل، بل أحيانًا بيكون أفكارِك ومشاعرِك؟ أنتِ قاعدة تذاكري والكتاب مفتوح قدامِك، بس دماغِك سابت كل حاجة وراحت لموقف قديم بينِك وبين صاحبتِك. هي ليه صاحبتي بعدت عني؟ طب أنا ليه ما رديتش عليها؟ طب لو كنت رديت بطريقة أقوى كان هيبقى شكلي أحسن؟ هي كانت تقصد تقلل مني والّا أنا اللي فهمت غلط؟ يمكن هي بعدت بسبب كده، بعد كده دماغِك تروح لموقف حصل لِك في طفولتِك، بعد كده تروح لتجربة علاقة فشلت وهكذا. إزيكم؟ أنا نيهان وده بودكاست لمنادى. عملت البودكاست ده عشان أساعد البنات تطور من ذاتها ومن نفسها بعيدًا عن التنمية البشرية المزيفة ويكون عندهم وعي. ودي سلسلة التشتت من لمنادى، وهي هتكون عبارة عن حلقات منقسمة لأنواع التشتت، ومنها التشتت العاطفي، التشتت الخارجي، التشتت الرقمي، تشتت الاحتمالات، التشتت لكثرة المعلومات. والنهاردة هنتكلم عن التشتت العاطفي. خلينا نفهم يعني ايه تشتت عاطفي. التشتت العاطفي مش معناه انك ضعيفة او حساسة زيادة، هو ببساطة ان مشاعرك زي الزعل او القلق او الاحراج تفضل شغلة جزء من انتباهك، فتلاقي نفسك كل شوية بترجعي لنفس الموقف أو نفس التفكير حتى وإنتي بتحاولي تذاكري أو تشتغلي. المشكلة هنا مش إنك مش عايزة تركزي، المشكلة إن جزء من عقلك لسه مشغول بحاجة حصلت وما خلصتش بالنسبة له. أول مشكلة في حدوث التشتت العاطفي هو إن مخك بيكره المواقف المفتوحة. مثال بسيط، إنتي اتخانقتي مع مامتك الصبح وبعد شوية كل حاجة رجعت طبيعية واتكلمتوا عادي، لكن من جواكي لسه حاسة إنها ظلمتك أو إنك معرفتيش تعبري عن نفسك. وإنتي قاعدة تذاكري أو بتشتغلي تلاقي دماغك كل شوية ترجع للموقف، كان المفروض أقول كذا، ليه هي فهمتني غلط؟ طب يمكن أنا اللي غلطت. مثال تاني، إنتي اتخانقتي مع صاحبتك وتصالحتم وخلاص، بس إنتي من جواكي لسه متضايقة ومش مستريحة. المخ هنا مش بيبص على إنكم اتصالحتم، بيبص إنك زعلانة ومتضايقة وحاسة بقلق. المخ هنا مش بيشوف إن الخناقة خلصت، هو شايف إن الإحساس لسه موجود، فيفضل يرجع نفس المشهد مرة واتنين وتلاتة كأنه بيحاول يلاقي نهاية تريحك. بس المشكلة إن المخ عمره ما بيشبع من الردود دي لأنها مش حقيقية. يعني أنتي بتعيدي الموقف كل شوية بس من غير ما تحلي أي حاجة على أرض الواقع. مع الوقت تلاقي نفسك قدام الكتاب أو الشغل مش عارفة تركزي، جزء من انتباهك محبوس في المواقف القديمة. تقرأي الصفحة وما تعرفيش فيها إيه، تعيدي نفس السطر أكتر من مرة، تبدأي مهمة وتسيبيها، تلاقي نفسك ماسكة الموبايل من غير سبب واضح، تحسي إنك مش قادرة تركزي. مع إن المشكلة مش في المذاكرة ولا في الشغل ولا في الصفحة، المشكلة إن جزء من طاقتك العقلية لسه مستهلك في الموقف اللي حصل. المشكلة إن الهروب بيريحك للحظات لكن المشاعر نفسها بتفضل موجودة. يعني بدل ما تقعدي مع الإحساس وتفهميه بتأجليه، ومع الوقت عقلك يتعلم إن أي إحساس صعب لازم نهرب منه بسرعة، فكل ما يجي نفس الشعور تاني تلاقي نفسك بتدوري على أي حاجة تلهيكي بدل ما تتعاملي معاه. عشان كده ممكن تلاقي موقف حصل من فترة ولسه بيرجع في دماغك، مش لأن الموقف كبير لكن لأن مشاعرك ناحيته لسه مأخدتش فرصتها إنها تهدى وتلاقي حل ليه. عشان كده أول حل هو المواجهة. من وإحنا صغيرين اتعلمنا إن المشاعر لازم نخبيها، ما تعيطيش، ما تزعليش، يا ستي كبري دماغك، انسي الموضوع. احنا مش بنتولد عارفين نواجه مشاعرنا، احنا بنتعلم ده من اللي حوالينا، بنتعلم من طريقة اهالينا تعامل مع الزعل والخلاف والاعتذار. يعني مثلا حصل خلاف ما بين الاب والام، الام تروح تقول لبنتها روحي يا بنتي يا فاطمة قولي لابوكي كذا وكذا، فالأب يرد على بنته يقول لها روحي يا فاطمة قولي إن بابا رده كذا كذا. بدل ما الطفل يكبر ويشوف إن أبوه وأمه بيواجهوا بعض أو بيتفاهموا بالشكل الصح، هو كمان بيتعلم كده من نفسه إن المواجهة ده شيء عيب، شيء حرام، شيء ما ينفعش يحصل. عشان كده لازم تتعلمي إزاي تواجهي مشاعرك، تعترفي بيها مش تهربي منها. المواجهة مش معناها إنك تقعدي تعيشي في الحزن أو تفكري في المشكلة طول اليوم، بالعكس المواجهة معناها إنك تقعدي مع نفسك شوية، تسمعي للي جواكي بدل ما تهربي منه. يعني تقعدي وتسألي نفسك أنا ليه زعلانة؟ إيه أكتر حاجة وجعتني في الموقف ده؟ أنا كنت محتاجة إيه من الموقف ده وما أخدتوش؟ هل أنا متضايقة من اللي حصل فعلا ولا من الإحساس اللي سببهولي؟ كأنك بتعملي حوار مع نفسك، تاخدي وتدي في الكلام.
مش تحكمي على نفسك ولا تقولي ليها أنا مكبرة الموضوع ليه، يا ستي انسي الموضوع، يا ستي ما تزعليش، المفروض إني أنا أنسى. لأ، لأن أوقات إحنا مش بنكون محتاجين حل، مش بنكون محتاجين حل فوري، إحنا بس محتاجين نفهم نفسنا ونسمح للمشاعر إنها تتاخد بجدية. لما تقعدي مع إحساسك وتفهميه بتدي لعقلك رسالة إنك مش في خطر، وإنك قادرة تستحملي الشعور ده وتتعاملي معاه. لكن طول ما إحنا بنهرب المشاعر بترجع لينا في أوقات تانية بأشكال مختلفة. المواجهة مش إنك تغيري اللي حصل، المواجهة إنك تفهمي اللي حصل وتأثيره عليكي. تاني حاجة وهي التقبل. لازم تتقبلي اللي حصل. مش معنى التقبل إنك تقولي اللي حصل كان صح وأنا مش زعلانة، لا لا لا. التقبل معناه إنك تعترفي إن الموقف حصل فعلا، وإنك توقفي محاولة تغيير الماضي. بدل ما تفضلي تقولي لنفسك إزاي أنا سكت لما هي زعقت لي، إزاي ما عرفتش أخد حقي، ليه ما قلتش الكلام ده وقتها. جربي تقولي لنفسك أنا بعترف إن ده حصل، وأنا بتقبل إن دي كانت لحظة صعبة عليا، أنا فعلا اتضايقت وفعلا اتأثرت، لكن ده لا يعني إني ضعيفة. وقتها أنا اتصرفت بالقدر اللي كنت أقدر عليه بالخبرة والمشاعر اللي كانت عندي في اللحظة دي. ممكن صاحبتك تكون جرحتك قدام الناس، وممكن فعلا تكوني معرفتش تردي، وده أكيد إحساس يضايق، لكن بدل ما تلومي نفسك اعترفي إن الموقف كان صعب، وإن رد فعلك وقتها كان رد فعل إنسانة اتفاجئت أو اتوترت. اللي حصل حصل، ومش هقدر أغير الماضي، لكن أقدر أفهمه وأتعلم منه. أختار أتصرف إزاي لو الموقف مشابه حصل تاني، وأختار أتصرف إزاي لو موقف مشابه حصل تاني. لما تعملي كده ده هيدرب مخك على أكتر حاجة الإنسان مفتقدها في العصر ده. انتي بتعلمي نفسك الصبر على الإحساس، فهم المشاعر، تهدئة نفسك. جسمك وعقلك بيتعلم حاجة اسمها التحمل العاطفي. عقلك بيتعلم إن المشاعر الصعبة مش خطر، ومهما كانت مؤلمة فهي بتيجي وقت وتعدي. كل مرة تقفي مع إحساسك بدل ما تهربي انتي بتبني علاقة جديدة مع مشاعرك. بتقولي لعقلك أنا حاسة بالإحساس ده لكنه مش هيأذيني وأنا هقدر أعديه. ومع الوقت المواقف اللي كانت قبل كده بتاخد منك ساعات تفكير تبدأ تاخد وقت قليل، مش لأنك بقيتي مش بتحسي، لكن لأنك بقيتي تعرفي تتعاملي مع اللي بتحسيه. التحمل العاطفي زي أي مهارة بتتبني بالتدريب. في البداية ممكن يكون صعب تقعدي مع إحساسك من غير ما تهربي، لكن مع كل مرة بتختاري فيها الفهم بدل التجاهل بتقوي قدرتك على التعامل مع نفسك. وده مش معناه إنك هتبقي هادية طول الوقت أو إنك مش هتتأثري بأي حاجة، لكن معناه إن مشاعرك هتفضل جزء منك، مش هي اللي بتسوق حياتك. لأن النضج العاطفي مش إنك ما تزعليش، النضج العاطفي إنك تعرفي تعملي إيه لما تزعلي. ومن أكتر الحاجات اللي هتساعدك هي التدوين. أنا عارفة إن في بنات كتير في بيوتهم مش بيكون في خصوصية إنها تكتب مشاعرها على ورق عشان ممكن حد يقرأها، وده ممكن يجرح مشاعرها. ممكن تلجئي إنك تخبيها في مكان معين، أو تستخدمي برامج على الموبايل وتعملي ليها كلمة سر مثلا، أو حتى تسجلي رسائل صوتية بصوتك. المهم تلاقي طريقة آمنة تعبري بيها عن اللي جواكي. التدوين من أقوى الطرق للتعامل مع التشتت العاطفي. يعني إيه؟ يعني بيحصل إيه لما بندون؟ لما الإحساس بيكون جواكي بيبقى ملخبط متداخل، بيفضل يكرر نفسه بشكل مرهق، بيفضل يكرر نفسه بشكل مرهق جدا. لكن لما بتكتبي ده بيحول اللي جواكي من حاجة مبعثرة ومضغوطة في دماغك لحاجة واضحة ومفهومة قدامك. أولا بيقلل الزحمة اللي في المخ، بدل ما الأفكار تفضل دايرة بشكل متكرر ومتعب بتتفرغ على الورق، فالمخ بيهدى. ثانيا بيديكي وضوح، الإحساس بيبقى كبير ومش مفهوم، لكن لما بيتكتب تقدري تميزي أنا زعلانة من إيه بالظبط، أنا خايفة من إيه وليه. ثالثا بيقلل التفاعل العاطفي، مجرد إنك تشوفي الفكرة بدل ما تعيشيها جوه دماغك بيخفف من حدتها عليكي. رابعا مع الوقت بتلاقي نفس المشاعر أو الأفكار بتتكرر، وده بيساعدك تفهمي نفسك أكتر وتتعاملي بشكل أوعى. ببساطة التدوين بيحول الفوضى الداخلية لكلام مفهوم، وده بيقلل من التشتت العاطفي.
صدمة الحواس دي طريقة بنستخدم فيها الحواس عشان ترجعي دماغك من أي سرحان. الفكرة إن وقت ما دماغك بتكون ماشية في موقف قديم أو سيناريوهات في الخيال، هي بتنفصل عن الزمن اللي هي فيه، وإنتي محتاجة ترجعيها للواقع بتمرين بسيط. تقولي لنفسك 5 حاجات شايفاها قدامك، 4 أصوات سمعاهم دلوقتي، 3 حاجات انتي لمساهم. انتي هنا شغلتي حاسة البصر، حاسة السمع، حاسة اللمس، في الانتباه للحاضر. فالمخ بيبدأ يركز في حاجات حقيقية قدامه بدل الأفكار اللي جواه، في إنه بدل ما يفضل عايش جوه السيناريو أو الذكريات دي، بيرجع يركز على اللحظة الحالية من خلال الحواس. لما المخ يلاقي معلومات واضحة من الواقع، أنا شايفة، أنا سامعة، أنا حاسة، بيبطل يعتبر إن في خطر داخلي محتاج تحليل مستمر. الدماغ بتخرج من وضع الخيال لوضع الواقع، يعني بدل ما يكون عايش في ذكريات واحتمالات، بيرجع يتعامل مع اللحظة اللي قدامه فعليا. علاقتك بجسمك، التشتت العاطفي مش بيحصل في دماغك بس، أحيانا جسمك كمان بيشارك فيه. لما تكوني شايلة زعل أو قلق، جسمك ممكن يفضل في حالة شد، وساعتها التركيز يقل، لأن جزء من طاقتك رايح في التعامل مع التوتر. عشان كده تهدئة الجسم جزء من تهدئة المشاعر. ولما أقولك اتحركي، مش قصدي إنك تحجزي على أول طيارة وتسافري عشان تغيري جو، أنا بتكلم عن حركة بسيطة جدا. قومي تمشي 5 دقايق، اعملي شوية تمارين تمدد، حركي رقبتك، حركي كتافك، أو حتى غيري المكان اللي انت قاعدة فيه. ساعات الحركة البسيطة دي بتفك التوتر اللي بيكون في جسمك، ولما الجسم يهدى العقل بيهدى معاه، وبيكون سهل جدا إنك ترجعي تركيزك.